الخير عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم الفطير المشلتت بطريقه سهله وحلوه وهتعجبكم جدا. طبعا هبدا معاكم فيه من الالف الى الياء، من اول ما نعجن لحد ما يخلص معانا، وكمان معجون التوريق هيبقى ازاي، والتسويه هتكون على البوتاجاز مش في الفرن، وهيطلع معاكم بالشكل ده. انا عملته معاكم قبل كده، بس المره دي هعمله معاكم بالتفصيل وكمان خطوه بخطوه، علشان الناس اللي طلبت مني الفطير المشلتت ببساطة. النهاردة هعمله معاكم بمنتهى البساطة والجمال اللي انتوا شايفينه ده، وهيبقى تحلية جميلة جدا في شهر رمضان. طبعا هو دسم وتقيل وكل حاجة، بس حلو جدا. القطعة الواحدة منه فعلا جميلة وطعمها لذيذ جدا. وكمان من كيلو ونص هنعمل كمية كبيرة من الفطير المشلتت. طلعت معايا 20 واحدة. لو أول مرة تشوفيني على القناة، أنا مروة عبد الغني. هبدأ معاكم بالمكونات بتاعتنا النهاردة كده على طول، ويطلع معاكم زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ في الطريقة بتاعتنا. معانا كيلو ونص من الدقيق متعدد الاستخدامات، يعني لازم يكون متعدد الاستخدامات. ومعايا هنا كوبايتين ونص من المية الدافية. ومعانا هنا معلقتين من الملح، وعليهم معلقة واحدة بس من السكر. ليه؟ انا هقول لكم هعمل كل التفاصيل معاكم بالظبط. هنقلب الملح والسكر مع بعض في المية، وتكون المية دافية علشان تساعدنا في العجن. وكمان انا ليه حطيت السكر والملح مع بعض هنا؟ انا حطيتهم هنا علشان لما بنيجي نخليهم صحاح كده في العجينة، ممكن واحنا بنفردها تكون واحدة سكر موجودة تتقطع معانا. وكمان ما نزودش في كمية السكر، لان السكر بيديها لون من بره وتكون لسه من جوه ما استوتش. فهنا انا هعمل معاكم التفاصيل، يعني هبدأ معاكم بالراحة جدا، علشان متابعة حبيبتي حبت ان هي تعمل الفطير بهدوء. فانا النهارده هوريها التفاصيل بالظبط. هنجيب كوبايتين ونص الميه، وطبعا كل نوع دقيق حسب. في نوع دقيق بيحب ياخد ميه كتير، وفي نوع دقيق ما بياخدش ميه كتير. انا النهارده النوع اللي اشتغلت بيه الخمس نجوم، اللي هو بتاع السنه دي، اللي هو النوع الجديد، نظيف وحلو جدا في المخبوزات. حتى في مخبوزات العيد هيطلع معاكم حلو جدا. تمام كده. فبعد كده هتبتدي ان انت تعجني. في البدايه زي ما انا قلت لحضراتكم هنحط الميه وكمان الملح، مش اكتر من كده في المكونات، ولازم تكون الميه دافيه. طبعا الفطير بيحب العجن الكتير جدا جدا، لان اساسيات الفطير العجن الكويس جدا وتريح العجينه. اهم حاجه المرحلتين دول، لو انت عملتي الاتنين دول صح هتبقى معاكي باقي الخطوات كلها صح. يعني هنعجن كويس جدا 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 لحد ما نطلع حلو، عرق حلو جدا معانا هنا في العجينه زي ما انتوا شايفين كده. هتفضلي ان انتي تشيلي وتحطي فيها بالشكل ده، يعني لازم توصل معاكي لمرحله النعمان، يعني لازم تكون معاكي ناعمه جدا. تمام كده، دي اهم مرحله. وزي ما انتوا شايفين انا ماشيه معاكم بالراحه واحده بواحده. بعد كده هنفضل نعجن فيها. لو احتاجت منك بعض الميه على طول هتحطي زي ما انت شايفه. انا بمجرد ما هوصل للمستوى ده من العجن هحط على طول معلقتين من الزيت، وهبتدي ان انا اعجن مرة تانية بطريقة اكتر، يعني تملكي من ليك فيه وتاخدي وتحطي فيه جامد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معلش ممكن تريحي ايديكي شوية، لان طبعا بياخد معانا عجن كتير وكمية من يعني مجهود، مش ان انت هتعجنيه ببساطة. تمام كده. هنفضل ان احنا نعجن فيه، واهم حاجة ان انت تطلعي العرق زي ما انتوا شايفين. الخطوة دي مهمة جدا. انتوا شايفين طبعا ان هي لما رفعتها لفوق كده لسه بتتقطع معايا، مش نازلة معايا مرة واحدة. فانا كده هنزلها من البولة بتاعتها، وهبدأ على الرخامة واديها عجن تاني لحد ما تنعم معايا جدا جدا. وهي دي الخطوة الأساسية في نجاح الفطير المشلتت، لازم يتعجن كويس زي ما انتوا شايفين. هتفضلي ان انت تاخدي وتدي فيها بالشكل ده، ودي خطوة أساسية طبعا معانا زي ما انتوا شايفين. لازم يعني تسندي بإيد على العجينة، والإيد التانية تفضل رايحة وجاية معاكي. لو تاخدوا بالكم من بداية العجين لحد ما وصلنا مع بعض للمرحله دي، طبعا هتلاقي العجينه نعمت معاكي وبقت حلوه جدا في ايديكي. برضو مش هنسيبها الا لما احس اني ما بتتقطعش في ايديا زي يعني الاول، تبقى في ايدك ناعمه كده زي حته القطن بالظبط. هتبتدي ان انت تعجني وتشيلي وتحطي فيها وتطلعي كل الطاقه السلبيه اللي موجوده عندك في العجين. انا بستمتع جدا جدا باي فيديو فيه عجين، سواء عيش او فطير او اي معجنات بحبها جدا.
تمام كده. فهنبتدي ان احنا طبعا نعجن كده فيها لحد ما نوصل للنعومة والقوام المطلوب، علشان بعد كده لما تيجي تشتغلي فيها تشكيل وتريح تبقى حلوة، ما تتقطعش منك ولا تبقى تخينة كمان معاكي. انا كده خلصت العجين بتاعنا لحد ما وصلنا للمرحلة دي، وهبتدي ان انا اقطعها زي ما انتوا شايفين. انا هحب اعمل الفطير صغير مش الفطير الكبير، يعني لو انت بتحبي تعمليه فطير كبير هتقطعي بشكل معين، اما انا هقطع هنا الفطير بشكل ميني صغنطوطي كده امور، بحيث ان كل واحد مننا ياخد الفطيرة ياكلها حتة واحدة، ما تبقاش تقطعها وتترمي، او لا حرام، دي نعمة واحنا تعبانين فيها، فلازم نفكر فيها قبل ما نعملها. هنبتدي ان احنا نقطعها بشكل متساوي كده لكور صغيرة، يعني هتبقى قد حجم البرتقانة كده زي ما انتوا شايفين. برضو انت وشغالة فيها تقوير تبتدي ان انت برضو تملكي فيها، يعني برضو تاخدي وتدي في العجنة زي ما انت شايفة كده، وتضغطي عليها علشان برضو تبقى شغالة حلوة معاكي والعجينة تبقى حلوة. خلاص كده. انا هعمل هنا الكمية بتاعة العجين بتاعتي كلها بتاعة الفطير زي ما انتوا شايفين. انا خلصت الكمية بتاعة الكيلو ونص، اللهم بارك، طلعت معايا 20 قطعة من الفطير. تمام. هبتدي ان انا ادهن الدوائر بتاعتي كده بتاعة العجين بالزيت، علشان الوش بتاعها ما ينشفش لما تشم الهواء، وكمان وشها ما يقشر كده، بيبقى مقشر كده من فوق. تمام كده. وبعد كده لما اجي اشتغل فيها بعد كده الزيت بيخليها تبقى سهلة في ايدي. خلاص. هنجيب كيس مطبخ ونحطه نغطيه علشان الهواء ما يقشرش الوش بتاعه. هعمل معاكم هنا المعجون بتاع التوريق زي ما انتوا شايفين. انا هنا معايا كوبايه ونص من القشطه، طبعا الكيلو بياخد كوبايه، فدي كيلو ونص، فهتاخد معايا كوبايه ونص من القشطه، او لو ما عندكيش قشطه ممكن تحطي زبده. وكمان هحط 5 معالق من السمنه البقري دي، بلدي بقري، بس ما عنديش جاموسي المره دي، ما كانتش متوفره عندي، فطبعا حطيت السمنه البلدي البقري. هنبتدي ان احنا نضربهم كده زي ما انتوا شايفين مع بعض كويس جدا، ونخلطهم كلهم كويس علشان المعجون ده هيبقى حلو جدا للتوريق، يعني هتبقى بين كل طبقة والتانية حلوة كده ومورقة وجميلة جدا جدا، وانتي بتحطيها على النار هتبقى مورقة معاكي ومنتفخة. بعد كده هنجيب معانا زيت وهنحط 5 معالق من الزيت. يبقى هنا خلطة التوريق او معجون التوريق بتاعنا كوباية ونص من القشطة، عليه 5 معالق من السمنة، وكمان عليه 5 معالق من الزيت، ونبتدي ان احنا نقلبهم كويس جدا جدا مع بعض بالشكل ده. طبعا المكونات دي لكيلو ونص من الدقيق، هتضاعفي الكمية او هتقللي الكمية. الخطوة الحلوة جدا المعلقة بتاعة الدقيق، وهي دي سر تماسك الخلطة بتاعتنا، ما بتخليهاش تسيح منك او ان هي تطلع بره العجينة انت وشغاله. تمام كده. فهتبتدي ان انت تقلبيها، ومعلش دي خطوة يعني دقيقة جدا، وانا بستعملها من فترة، اني انا فعلا يعني شفتها قبل كده حد يعملها، فانا قلت ان انا لازم اجربها معاكم وتشوفوها. هنبتدي بقى ان احنا نريح العجين مدة لا تقل عن ربع ساعة علشان نقدر نشتغل بيه ونشكله في الفرد. خلاص كده. بعد ما مرت الربع ساعة ابتديت ان انا جبت قطعة من الفطيرة وحطيت تحتها زيت، وكمان فوقيها زيت علشان سهل عليا الفرد. انا ما بفردش بالشابه ولا بالعجله، انا بفرد طبعا الفطير بايديا زي ما انتم شايفين. طريقه الفرد ان انت بتدخلي ايدك في البدايه من جوه لبره، وتسحبي بايدك، وتخلي بالك لو لابسه خاتم او لو لابسه دبله تعينيها على جنب، او ان انت تخلي بالك ترفعي ايدك لفوق علشان بس ما تقطعش منك العجينه. هنبتدي ان احنا نفرد بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده لحد ما توصل معانا لسمك العجينه بتاعتك، تبين ايدك من تحت او تشوفوا الرخامه من تحتها، يبقى هي كده خلاص وصلت معانا للفرد المظبوط. هنبتدي ان احنا نخف العجينه بالشكل ده ونطلعها لبره، وتحاولي تجيبي كمان معاكي الاطراف اللي بره دي تخففيها علشان ما تبقاش تخينه معاكي وانتي بتاكلي العجينه. زي ما انت شايفه كده بتدخلي بطن ايدك اللي هي الصوابع الاربعه من تحت، وبايديكي فوق بترفعيها وتطلعيها لبره علشان تدخلي الهواء جواها، وتبقى معاكي حلوه وطريه كده ومنتفخه بعد كده. تمام. الخطوات بتاعه الفرد مهمه جدا، لان هي دي اللي بتخلي العجينه بتاعتك تبقى مورقه وحلوه جدا. هتبتدي ان انت تدخلي ايديكي من جوه زي ما انت شايفه كده وتسحبيها لبره، بس هي بتتسحب معايا بسهوله ليه؟ لان انا سبتها ترتاح
فاخدت وقتها في التريح. لو انت ما ريحتهاش وهتيجي تشتغلي هتلاقي العجينه بتلم معاكي مره تانية وبترجع مكانها كانك ما عجنتهاش. فاهم حاجه لنجاح الفطير المشلتت انك انت تريحيه. خلاص كده، وبين كل خطوه والتانية هتريحيه. هنعملها بالشكل المربع اللي حضراتكم شايفينه، وهنجيب سكينه ونقطع بيها بالشكل ده. يعني هتبقى 3 قطعات من الناحيه اليمين و3 قطعات من الناحيه الشمال. كده الخطوه دي سهله جدا. هنجيب معجون التوريق او الخلطه بتاعه التوريق بتاعتنا وهنحطها من جوه في البدايه. هنحط كده تقريبا لكل مكان زي ما يعني زي نظريا كده زي ما تشوفي بكفه ايدك كده. وهتبتدي ان انت تدهني العجينه كويس جدا بالشكل ده. النوع ده حلو جدا من الدقيق يا جماعه، عجبني جدا، حتى انا هشتغل بيه باذن الله لمخبوزات العيد كلها. هنبتدي ان احنا نطبقها على بعض يعني زي المناديل بالظبط. هتجيبي الجزء اللي بره على الجزء اللي جوه وهتكملي بنفس الشكل. وبين كل ورقه والتانيه، بين كل تطبيقه والتانيه، بتدهني ايدك بحبه من معجون التوريق اللي احنا عملناه وتحطيه عليها. وهكذلك في كل الخطوات لازم تحطي من المعجون ده على بين الطبقات. هنعملها كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتطلع حلوة جدا، وشايفين علشان مريحة معايا العجينة فهي ماشية حلو جدا. هتعمليها كلها بالخطوة دي. في اخر حتة هنلم بيها العجينة اللي هي الجزء الاخير اللي انتوا شايفينه ده، وهتجيبيه كده وهتتنيها عليها كلها. بعد كده هتكوريها كرة مدورة. هتبتدي ان انت تظبطيها عشان كلها تبقى متساوية زي بعض. هتطلعيها زي ما انت شايفة على كفة ايدك كده. وبعد كده هتبتدي ان انت تلميها دايرة زي ما انتوا شايفين. طبعا الطريقة دي سهلة جدا وبتورق اكتر وبدون تعب ولا بدون ما تنشبي ولا اي حاجة. حلوة جدا جدا. هنجيب صينية ونكون دهنينها بحبة من الزيت ونحط عليها القطعة الأولى اللي احنا فردناها ونغطيها ونسيبها ترتاح. المرة دي مدة لا تقل عن نصف ساعة بالظبط. كل ما ترتاح الخميرة مش الخميرة سوري، كل ما بترتاح الفطيرة بتحسي كده ان هي سهلت وبتطلع حلوة معاكي جدا جدا. هتبتدي ان انت تفردي المرة التانية بنفس الشكل اللي احنا عملناه في البداية. نفس الطريقة ومفيش اي تغيير. هنجيب القطعة ونفردها من جوه لبره، ولازم تحطي زيت علشان تبقى سهلة معاكي وانت بتفردي. هتفرديها من كل الجهات وتحاولي ترققيها جدا. ليه هي فطيرة؟ لان هي رقيقة جدا زي ما انتوا شايفين كده. يعني الايد بتاعتك تبان من تحت، اهم حاجة دي. وخلي بالك برضو لو اتقطعت منك وانت شغالة مفيش اي مشكلة منها، لان كده كده هي بتتلف اكتر من طبقة، فعلشان كده ما تقلقيش منها. هتبتدي تدخلي ايدك من جوه وتفردي كده، تدخلي لها الهواء وكمان تبقى معاكي حلوة وسهلة. خلاص كده احنا كده بنفرد في العجينة بالراحة. مفيش داعي انك انت تستعجلي. انا النهاردة عملتها من بعد الفطار لان طبعا حاجة حلوة خفيفة. خلصنا الفطار بتاعنا وعملتها بدل ما اعمل بسبوسة او كنافة. فالتغيير مطلوب. والحاجات دي بتبقى حلوة جدا في رمضان ونفسها حلو كده وبتريح. الاولاد بيحبوها جدا. يعني لو انا عملتها لهم يفطروا بيها هيفطروا بيها ما عندهمش اي مشكلة. خلاص كده هتبتدي ان انت تدخلي ايدك من جوه لحد النص وتطلعي بيها لبره علشان ترققي معاكي العجينه. زي ما انتم شايفين هنا اتقطعت معايا في الحته اللي من ورا، فطبعا مفيش منها اي مشكله. هنحطها معانا في العجين. هتجيبي معجون التوريق او الخلطه اللي احنا عملناها للتوريق وتدهنيها في الفطيره كلها بالشكل اللي انت شايفاه ده. تكون كميه حلوه كده، مش ان هي تكون بسيطه، لانك انت لو سبتي حته بدون توريق هتلزق منك. الشكل التاني ده اللي هي بتبقى شبه الشمس كده بتبقى حلوة برضو في التوريق بتاعها وسهلة جدا. بتجيبي كل واحدة من الورقة اللي انت قطعتيها وتحطيها على التانية، وبين كل واحدة والتانية بتحطي المادة اللي احنا عملناها اللي هي المكونات بتاعة التوريق. وهكذلك هتعملي كل الكمية دي، الدايرة دي كلها بنفس الشكل. ندهن ونحط القطعة على طول عليها زي ما انتوا شايفين كده. ولازم تحطي المعجون بتاع التوريق. شكلها ايه؟ سهلة بسيطة، مفيش منها اي مشكلة. بسبب الشكل اللي انتوا شايفينه ده هتعملها على طول. وبالنسبة للبنات اللي طلبوا الفطير المشلتت وخايفين من الطريقة، ما تقلقيش، انا هنا عملتهولك في رمضان. لا تعبت ولا اي حاجة، حاجة سهلة وجميلة. هتبتدي ان انت تلفيها بالشكل ده وتطبقيها كلها كده على بعضها زي ما انت شايفة. هي قطعتها صغيرة مش كبيرة زي الفطير اللي بيتعمل بالكيلو او بالكيلو ونص. فدي حلوة جدا لأولادك، هياكلوا الواحدة ويفرحوا بشكلها وهيحبوها جدا.
طيب احنا ممكن ناكلها بايه؟ انت ممكن تاكلي الفطير المشلتت باكتر من حاجه، يعني ناس بتاكله بالعسل، بتاكليه بالجبنه، بتاكليه بالمش، بتاكليه بالعسل الاسود، بالعسل النحل. اي اكله، اي حاجه بيتغمس كده فيها وبيبقى حلو جدا ونعمه وفضل من عند ربنا، الحمد لله رب العالمين. هنا بقى هنبدأ تاني في الفرد بتاعنا. هنجيب القطعة ونبتدي ان احنا نحط عليها زيت من تحت وزيت من فوق، وبايدك تفردي من جوه لبره بالشكل اللي انت شايفاه ده. هي مش هنكبر الحجم بتاعها، احنا مش عايزينها تبقى كبيرة، احنا عايزينها كل واحد مننا ياخد الفطيرة بتاعته في ايده زي ما انتوا شايفين. هتفرديها كلها بالشكل ده لحد ما تبقى معاكي رقيقة زي اللي عملناهم قبل كده، نفس الطريقة مش هتتغير ابدا. انا هنا هحاول ان انا اعملها شكل مستطيلي علشان هلفها معايا لفة حلوة كده، طريقتها جميلة جدا. يعني بصوا الكذا لفة للفطير دي، النشب بتاع الفطير ده انا عاملاه معاكم بمنتهى البساطة عشان احببكم في الطريقة. تمام، يعني انا عايزاكم كلكم كده تقوموا وتعملوه، واللي مش هتقدر تعمله في رمضان اعمليه باذن الله كده بعد رمضان، في غدوه، في عشوه، هيبقى حلو جدا. انا كده فردته بشكل مستطيلي زي ما انتم شايفين، وجبت معجون التوريق، وهبتدي بايدي كده ان انا ادهنها كلها بالشكل ده علشان كلها تتشبع من الخلطه بتاعتنا. تمام، الخلطه دي هتبقى حلوه جدا زي ما انا قلت لحضراتكم بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وهنبتدي بقى نلفها لجوه، يعني نبرمها برم بالظبط كده زي ما انتوا شايفين. انا عملت معاكم قبل كده الحلق فكان بنفس الشكل ده، بس طبعا الطريقه تختلف. فهنبتدي ان احنا نلفها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما نخلص القطعه بتاعتنا كلها. لو حابين ان انتوا تزودوا في كميه المعجون بتاع التوريق زودوا براحتكم، هي كده كده العجين الدقيق اللي احنا حطيناه هيمسكها فمش هتطلع بره خالص، هتبقى حلوه جدا. تمام كده. فهنبتدي ان احنا نلفها كده كلها لحد ما تبقى قطعة واحدة. هلفها من جوه كده اهو بالشكل ده من جوه لبره، وبايدي التانية هشدها لبره، يعني فاهمين؟ هنمسكها كده ونعملها دايرة بالشكل ده وتشديها لبره اهو كده، بحيث ان هي تطول معاكي وما تبقاش كبسة، يعني ما تبقاش تخينة معاكي وانت شغالة فيها. هتبتدي ان انت تبرميها بالشكل اللي انت شايفاه ده، وتشدي بايدك التانية، والقطعة اللي تحت ايدك تضغطي عليها من الجناب زي ما انت شايفة كده. هتدخلي الطرف الاخير من تحت وهتبقى معاكي بالشكل الجميل ده شبه الشريك. برضو هعمل معاكي طريقة تانية نفس طريقة الفرد بالظبط لحد ما هنوصل للمرحلة بتاعة الدهن او التوريق. هتبتدي ان انت تحطي بالظبط كده الخليط اللي احنا عملناه، وهتعملي الطريقة دي هيبقى الشكل بتاعها مش دائري، هيبقى شكلها كده مستطيلي او مربع، يعني مش هتبقى زي التانيين. برضو نفس الحكاية، اهم حاجة ان انت بين كل طبقة والتانية تدهني من معجون التوريق. تمام، علشان علشان تبقى من جوه معاكي حلوة ومستوية، وطعم الزبدة والسمنة والزيت يبقى ظاهر كده وطعمها يبقى حلو. تمام. هتبتدي ان انت بقى تطبقيها زي المنديل بالظبط، يعني زي كأنك بتطبقي بالظبط كده. هتبقى معاكي كمان دي حلوة جدا، وممكن تحشيها، يعني مش شرط دي انك انتي تخليها زي ما هي كده او تاكليها بالسكر كده. انا خلصت الكمية بتاعة التقطيع كله وعملته باكتر من شكل زي ما انا وريتكم، وسبتها تريح اكتر من نص ساعة لحد انا ما خلصت كل الكمية، فاخدت معايا وقت اكتر من نص ساعة زي ما انتوا شايفين كده. يعني بمجرد ما اطلع اول قطعة هطبطبها كده بايدي، او احاول ان انا افردها بايدي، واجيب حبة من الزيت احطهم في الطاسة، وبعد كده انزل بواحدة الفطير عليها على طول زي ما انتوا شايفين كده، وتضغطي بايديكي عليها علشان ما تبقاش ايه يعني ملكلكة جواها او متكتلة من جوه. خلاص بمجرد ما اخدت اللون الذهبي الحلو جدا ده بنقلبها من الناحية التانية. طبعا زي ما انتوا شايفين كمية الدهن اللي نزلت، انا ما كنتش حاطة الكمية دي كلها بس علشان هي محشية اللهم بارك كتير فطلعت بالشكل ده. عملت كل الكمية بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطلعت حلوة جدا ومورقة وجميلة. اتاكلت اللهم بارك من جمالها في لحظة واحدة. فأنا أتمنى إن كلكم تعملوها وتعجبكم، وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ونصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.